سلام، مرحبا بكم. رجعنا من جديد مع بعضنا. المرة هذه راح نديرو مع بعضنا كسر تخسيس للمبتدئات. هيا نبداو مع بعضنا. نجيبو 2 كيلات سميد. الصحفة اللي تكيلي بها السميد هي نفسها اللي تكيلي بها الزيت. الزيت اقل من نص تاع الصحفة هذيك. نبداو نحطو السميد تاعنا والزيت ونبسو العجينة تاعنا مع بعضنا. لهنا نجيبو 2 مغارف ملح، مغارف تاع قهوة عمريها مليح للملح، معناها كل صحفة توازيها مغرف تاع قهوة ملح. نحطو لهنا مع بعضنا الخميرة، لهنايا 3 مغارف معمرين مليح خميرة تاع خبز، نحطوهم فوق العجينة تاعنا. نكونوا رانا دفينا الماء تاعنا على النار. لهنايا واش نديرو مع بعضنا، نجيبو هذاك الماء اللي دفيناه ونحطوه على الملح تاعنا، ونبداو ندوبو الملح في الماء مليح مليح. ومن بعديك مع بعضنا بعد ما يذوب الملح والماء نبداو نخلطوا السميد والخميره تاعنا والعجينه كامله مع بعضها، ونزيدوا الماء تدريجيا بطرف بطرف. ما تخليوهاش جاريه ياسر وما تخليوهاش يابسه، اي في يديكم يا البنات تبان. مهم تكون جاريه ياسر باه ما تغلبكمش في الخبيز. من بعد نبداو نجست نجمعوها برك، ندلكوها شويه، نقطعوها شويه العجينه تاعنا، ومن بعد كي تتلم لنا كيما هكا نحطوها نغلفوها في ساشيه ولا في كيما لهنا درت هذاك الشعاع بلاستيكي كيما يقولوا تاع الطاوله، غطيوها به. ونكونوا لهنا شعلنا الطاجين تاعنا يسخن، خليوه يسخن مليح ونخليوها قول واحد 10 دقائق هكاكا ونرجعوا لها. لهنا تجيكم سهله للعجين. اللي عندها بيتخان هاي تحط في البيتخان، اللي ما عندهاش بيتخان بيديك ليه تتعجن لك، جست تخليها ترتاح هي تتعجن. لهنا بعد ما عجنا العجينه تاعنا نقطعوها الى 3 اجزاء. لهنا تجيني تعطيني 3 خبزات متوسطين ملاح يعني. بعد لهنايا ما نقطعوا العجينه تاعنا نبداو نجمعوا كل واحده فيهم، نقطعوها بالوحده عفوا تدريجيا نقطعوها بشويه، ونمطوني نلموها بشوي بشوي حتى تتلم الكريات تاعنا. نخبزوها كريات ومن بعديك باه نقدروا نبداو نخبزوهم مع بعضها. في الوقت هذا راهو ديجا الطاجين تاعي راهو قاعد يسخن. لهنايا تحصلنا على 3 هذوما كريات. نبداو نجيبوا الحلل تاعنا ولا كيما نقولوا احنا في الشرق القراص، ونبداو نحلوا هذيك العجينه تاعنا على شكل دائري. نبداو البنات واحده واحده حتى تتحللنا مليح. تبقى شاك فوا تقلبيها من كيما نقولوا من جهه تحليها، زيدي تقلبيها الجهه الاخرى تحليها مليح عشاك فوا حتى تتحصلي عليها يعني السمك تاعها مليح. كاين يحبوها شويه خشينه على الخسيس، وكاين يحبوها رقيقه كيما انا عندي في الدار يحبوها رقيقه. اللي يحبوها على الخسيس شويه خشينه معليش انت خلي السمك تاعها شويه خشين برك. ولهنايا تروحي تحطيها في الطاجين تاعك وتتقبيها جست برك كيما نقولوا حنا ما تشمرناش شويه برك، وتقلبيها على الوجه الاخر وتخليها تطيب من الوجه الاخر. تبقى يا شاك فوا تقلبي فيها من حتى تتحصلي على هذا اللون الذهبي، حتى تشوفي العجينه تاعك راهي طايبه. لهنايا راني طابت لي وها هي راني قصيتها، وكما قلت لكم انا تاعي في الدار يحبوها رقيقه، اللي تحب تخشنها تخشنها. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وجاتكم سهله وشهيتكم في الجنه. سلام.